النهارده من الجيركن دوت هنعمل احلى بوت ترندي بنفسنا. زي ما انتم شايفين قصيت الجزء اللي فوق وتعبني شويه باستخدام القطر او باستخدام المنشار، وبعد كده بقى جبت قماش الدق، وبالطريقه المعتاده بتاعتنا هنبدا نعمل البطونه كلها من جوه بالشكل ده بطريقه سهله جدا. وبعد كده هنجيب قطعه كرتون وهنبدا ناخد مقاس القاعده عشان نعمل القاعده اللي احنا هنثبتها من الداخل على قطعه الكرتون. بنثبت قماش الدق، هنخلصها كلها وبعد كده بقى نحط شمع كتير في القاعده ونثبتها. وبعد كده حبيت بقى اعمل الايدين من تحت. جبت الشريط بتاع الخيش ده وبدات ان انا اقيس كده المقاس بتاع الايدين واثبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. الطريقه سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه، والبوتات دي بتتباع غاليه، انت هتعمليها بنفسك وكمان من اعاده التدوير. جبت بقى بعد كده خيط المكرميه ده 6 مللي، وهبدأ اعمل نص الجيركن مكرمية والنص التاني خيش بالطريقة برضو المعتادة بتاعتنا اللي احنا بنعمل بيها اكتر من فكرة. هنا كانت جاهزة معايا. حبيت بقى اعمل القاعدة بقماش الدق برضو، هثبته بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هنقص الزوايد وهجيب بقى خيط الخيش وهكمل بقية الجيركن كله. خيط الخيش برضو هيكون 6 مللي، وزي ما قلت لكم بقى هنعمل البوت كلها او هنعمل الجيركن كله. الخطوة اللي احنا بنعملها مع بعض كل مرة خطوة سهلة وبسيطة جدا، بنمشي بالتسلسل، وكان جاهز معايا. شايفين شكله حلو ازاي، ونقدر كمان نستخدمه اكتر من استخدام. وبعد كده حبيت اديله شكل جمالي اكتر، جبت الفرنشة دي. بكرة هنزل لكم تنسيقات كتيرة ليه.